شوية خطوات كده لو عملتيهم صح هتشربي أحسن ليموناتو. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول خطوة، السكر ما بيدوبش في المية المتلجة، فهنحتاج كوباية مية من الحنفية. هنحتاج كمان حوالي نص كوباية من السكر، ودي الكوباية اللي احنا بنشرب فيها الشاي، زي ما يعادل كده حوالي 6 معالق كبار من السكر، ودي المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز. هنحتاج كمان حوالي 20 عود من النعناع الأخضر الفريش. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنضرب النعناع كويس جدا لمدة دقيقتين كده متواصل، علشان تاخدي لون حلو كده لليموناتو. بعد ما طحنت النعناع كويس جدا هنزل عليه كمان بحوالي 4 ليمونات، ولازم يكون الليمون لونه أصفر، عشان الليمون الأخضر بيبقى فيه نسبة مرارة عالية جدا. كمان لازم نشيل البذر بتاع الليمون، عشان البذر هو كمان بيبقى فيه نسبة مرارة عالية جدا. وبعد تحضير العصير هبتدي أصفيه، وهنا خطوة مهمة جدا. حطي قماشة جوه المصفى وانتي بتصفي الليموناتو بالنعناع، عشان مطحون النعناع ما يصفاش مع العصير. ودي بالنسبة لي كانت مشكلة بصراحة، كل ما اجي اعمل ليمون بالنعناع واجي اصفيه وادور على مصفى خرومها صغيرة خالص واجي اصفي، الاقي برضو مطحون النعناع نزل في الكوباية مع العصير. فافتكست افتكاسة حلوة كده جميلة بصراحة، ان انا احط قماشة في قلب المصفى وبعد كده اصفي الليموناتو بالنعناع، وبصراحة اتبهرت بالنتيجة. لقيت بقى ايه العصير ما شاء الله صافي كده، ولونه خضار حلو كده، وما فيهوش ورق نعناع خالص ولا اي حاجة. فما شاء الله يعني الفكرة تستاهل لايك. بدأت انا بقى ايه، جبت الجار وحطيت فيه شوية حلوين محترمين كده من المكعبات التلج، وبدأت صبيت عليه الليموناتو بالنعناع. خطير، لازم تجربوه، تحفة، جميل جميل بجد. ان شاء الله بأمر الله تجربوه وهيعجبكم قوي. يلا بقى قومي اعمليه، منعش جدا ومهدي للأعصاب، طعمه حلو قوي وريحته جميلة كمان. ونصيحة، بلاش تحطي معاه اي اضافات. حطولنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة.